بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الحجازيه الاسكندراني بابسط طريقه وباقل مكونات. هتعملي الكميه الكبيره اللي انت شايفاها دي. الحجازيه بجد سعرها بقى غالي قوي بره، فاحنا هنعملها في البيت كده على اصولها بقى من غير ولا غلطه زي ما انتم شايفين. هتطلع معاكي رقيقه كده زي اللي بتجيبيها من بره، وكمان احلى والله العظيم، وانضف 100 مره كمان. هقولك على كل التفاصيل بتاعه الحجازيه عشان تطلع معاكي ناجحه كده زي ما انتم شايفينها. سر التسويه هقولك على الحشوه الاصليه بتاعه الحجازيه كمان. كل حاجه هقولك ان شاء الله جوه الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت لو لسه ما اشتركتيش عندي في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش تحطي لي لايك، تدعميني باللايك عشان نقدر نكمل ونعمل ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن. الحاجة بقى بتبقى حلوة قوي كده مع كوباية الشاي في الفطار او في العشاء او تحلية زي ما تحبي خالص. بجد حلوة قوي وتسويتها زي ما انتم شايفين شكلها. وكمان مش عارفة، كمان ريحتها حلوة قوي كمان. يعني هي في البيت اصلا الحجازية دي ريحتها حلوة قوي. ريحة بقى الحشوة بتاعتها جوه الفرن كمان بتبقى حلوة قوي. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنحتاج ايه عشان نعمل الحجازية بتاعتنا. طبعا الحجازية معروفة ان هي بتتعمل بدقيق السميد او دقيق البسبوسة. هنحتاج قد ايه؟ انا هاخد 4 كوبايات كبار بتوع الميه، كوبايه الميه الكبيره دي او زي ما تحبي، بس عشان انا هشتغل في صاج كبير فدي المكونات اللي انا بقول لكم عليها. هاخد 4 كوبايات كده. تمام. انا هنا حاولت ان انا انخل الدقيق بجد، بس انا ما انصحكيش ان انت تعملي كده لان الموضوع متعب قوي. يعني تقريبا نزلت نص الكميه في المنخل والباقي بقى تعبت يعني، فما انصحكيش خالص ان انت تعملي كده. هحط عليهم ايه تاني؟ كوبايتين من الدقيق الابيض. وهننخل طبعا الدقيق بتاعنا كويس قوي. ده سهل بقى مفيش مشاكل فيه. تمام. وبعدين بقى هنحط قد ايه زيت. انا حطيت رشه ملح هنا. الزيت بقى هيبقى ايه؟ هيبقى كوبايه من الزيت، طبعا كوبايه سخنه، زيت مقدوح يعني زي ما نكون بنعمل الكحك كده بنسخن السمنه، هو الزيت هنعمل كده. لو فاكرين معايا او حد شاف الفيديو بتاع الدونتس، انا كنت شغاله بالزيت فقلت لكم طبعا انا مش هرمي الزيت ده. بيبقى طعمه حلو قوي، دايما بعمل بيه الحجازيه كده زي ما انتم شايفين. بيبقى يعني شارب بقى من طعم الفانيليا فبيدي طعم حلو قوي كمان للحجازيه. بس لو مش موجود تمام، اقدحي بس كوبايه زيت واشتغلي بيها مفيش مشاكل. خلاص. هنعمل ايه بقى؟ حطينا الزيت زي ما انتم شايفين اهوت. هنقلب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس قوي. مش هنعجن، هنقلب. وبعدين هحط هنا، انا حاولت يعني زودت حوالي نص كوبايه من الدقيق الابيض. يبقى المجموع كده 4 كوبايات دقيق سميد، كوبايتين ونص من الدقيق الابيض. وحطيت عليهم كمان ربع كوبايه زيت. انا حطيت نص كوبايه الدقيق دي ليه؟ عشان كنت عايزه استخدم الزيت كله، هو كان باقي معايا كوبايه ونص يعني. فخدت حوالي كوبايه وربع كده بس من الزيت. تمام. شربت كل الدهون اللي احنا حطيناها للدقيق بتاعنا. هنجهز بقى الخميره معايا. كوبايه معلقتين سكر وباكت من الخميره نزلت عليهم بنص كوبايه ميه دافيه. وهنقلبها ونسيبها بس يا دوب دقيقه ولا دقيقتين. انا ما بسيبهاش بصراحه تتفاعل والكلام ده لان هي انا متاكده ان الخميره بتاعتي كويسه. خلاص. حطينا هنا بقى كده نص كوبايه من الميه على الخميره عشان بس نبقى عارفين المجموع مع بعض. وبعد كده حطيت حوالي كمان نص كوبايه. يبقى انا خدت حوالي كوبايه ميه دافيه. هي ما بتاخدش ميه كتير. ممكن تحطي كمان كوبايه وربع على حسب بقى الدقيق عندك. هنلم بقى المكونات بتاعتنا دي كده كويس قوي. وبعد كده نسيبها طبعا تخمر. مش هنسيبها ترتاح، هنسيبها تخمر لان في خميره. خلاص كده. تعالوا بقى بينا نجهز الحشوه. الحشوه هتبقى ايه؟ معايا كوبايه سكر، كوبايه دقيق من دقيق البسبوسه، ونص كوبايه من الكاكاو. خدت كوبايه السكر كامله، وهنا خدت نص كوبايه تقريبا من دقيق البسبوسه، ونزلت عليه بنص كوبايه قرفه. تمام كده. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض. انا هنا بقلب عشان اشوف محتاجين تاني قرفه ولا لا. هاخدها بقى كلها. يبقى احنا خدنا كده نص كوبايه من القرفه عليها كوبايه سكر، حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع من دقيق البسبوسه. ونزلت عليهم يعني نقول ربع كوبايه ميه او معلقتين 3 ميه على حسب بقى ما هتلم معاكي. هنقلب بقى الحشوه بتاعتنا دي. الصاج بقى عندي اللي هشتغل فيه مقاس 30 في 40. دهنته الاول زيت. وبعدين الخميره العجينه بتاعت الحجازيه كانت خمرت، بس المقطع ده ما تصورش يعني. قسمتها نصين، خدت اول نص حطيته في الارضيه بتاعه الصاج. وهنبتدي بقى ان احنا نساوي العجينه بتاعتنا تبقى كلها سوا واحد يعني.
وتحاولي كده وانت بتفرديها ان انت تعملي لها طرف بسيط كده من على الجناب من بره، من على جناب الصاج كده من بره، عشان ما نخرجش الحشوه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم كل حاجه بالتفصيل اهو. خلاص بعد كده بقى هنجيب الحشوه بتاعتنا وننزل بقى على اول طبقه من الحجازيه. عايزه اقول لك الحجازيه دي والله العظيم بتبقى حلوه قوي قوي. انا دايما بعملها بصراحه بتبقى تحفه، بس المره دي من احلى المرات اللي انا عملت فيها الحجازيه. وعايزه اقول لك كمان مفيش حد بياكلها عندي غير لما لازم يقول لي انت عاملاها ازاي، وبياخد الطريقه وبيعملها، لاني والله العظيم بجد مش بقول يعني عشان اي حاجه، بس انا بعملها حلوه قوي الحمد لله. فجربوا الطريقه بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبكم قوي. هي ما فيهاش افتكاسات يعني، هي الحجازيه معروفه، لان انا كمان بصراحه ما غيرتش الطريقه دي بتاعت ستي، وبعد كده طبعا امي، فخلاص يعني هم كلهم شغالين بنفس الطريقه دي، فعشان كده الحاجات بتاعت زمان انتوا عارفين بتبقى حلوه قوي يعني. مهما تتغير الدنيا الوصفات القديمه دي مفيش احلى منها. بعدين بقى خلصنا كده هنجيب بقى نص العجينه التاني الباقي معانا، وهنفرده كده زي ما انتوا شايفين. الخطوه دي سهله قوي، احسن ما تفردي على صينيه و... ودوخه يعني. هنفردها بقى كده على شكل مربع او شكل مستطيل كده، على شكل حجم الصاج يعني، هنعملها بنفس المقاس كده زي ما انتوا شايفين معايا اهو. تمام. هنحاول بس ان احنا نلم لان هي نفس المقدار بالظبط، فاحنا هنحاول ان احنا نلمها عشان ما نرميش منها حاجه، نظبط ان تبقى نفس حجم الصاج. مش عايزين بقى حته عاليه وحته واطيه وتبقى كلها تسويه واحده. هنحاول بقى نفرد كده، ودي طبعا مش هرميها، بيبقى فيه شويه فراغات كده بنقفل بيها عادي خالص. خلاص قفلنا الصاج بتاعنا حلو قوي اهوت. نتاكد ان مفيش اي حاجه من الحشوه باينه. العجينه طريه وهتتشكل معاكي بمنتهى السهوله. هنجيب بقى شوكه عشان نعمل الشكل الحلو اللي دايما بنشوفه على الحاجه من فوق كده، ونعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده سهله خالص اهي، حتى التزيين بتاعها بسيط وسهل. الموضوع كله مش هياخد معاكي، مش عايزه اقول لك يعني نص ساعه تكوني مخلصه احلى حجازيه في الدنيا. هنعمل بقى عكس الخطوط اللي احنا عملناها بالشوكه برضو. تمام. سهله خالص وما فيهاش اي تعب، وزي ما قلت لك بقى مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي ساده كده هتاكلي احلى حجازيه من ايديكي. بس بقى بعد ما تجربوها ان شاء الله تعجبكم، ما تنسونيش في دعوه حلوه. خلاص خلصنا، ممكن تسيبيها ترتاح تاني قبل ما تسخني الفرن، مفيش مشاكل يعني. انا دخلتها بقى على الفرن على طول على درجه حراره اقل من العاليه شويه. طبعا كل شويه ما تنسيش تقلبي الصاج. هي هتحمر كده، هتاخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت. لو ما اتحمرتش معاكي من فوق ممكن تولعي لها الشوايه يعني دقيقه ولا اتنين، بس مش اكتر من كده. بس هي هنا الحمد لله يعني انا بحطها في نص الفرن، بتاخد لون حلو من فوق ومن تحت كده زي ما انتم شايفين. هي كمان لونها احلى من كده، بس انا كانت عندي الاضاءه بايظه خالص. بصوا بقى بتطلع هي سخنه اصلا يعني، المفروض تسيبيها لما تبرد، لا انا والله العظيم كانت سخنه. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، رقيقه خالص، مش تخينه كده. في ناس بتعمل الحاجه بتبقى تخينه، بصراحه انا مش بحب الطريقه دي. وكمان عايزه اقولك ان انت ممكن تحشي من جوه سوداني، ممكن تكسري كده سوداني معاها وتحطي مع الحشوه، برضو بتبقى حلوه قوي. بصوا شكلها السمك بتاعها حلو قوي ازاي، مظبوطه بجد والله. يعني انت هتعمليها هتتبسطي ان شاء الله منها قوي. قدميها بقى كده مع زي ما قلت لك شاي بلبن شاي ساده، ان شاء الله هتعجبك وهتعجب ولادك، وهتعتمدي الطريقه دي عندك على طول. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش عندي. يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله، وشكرا لكم.